بك في هذا اللقاء الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار هنا بإقليم تيزنيت، وأنتم كرئيس الفريق ومدعم للخطى التي تنبثق من القاعدة من أجل أن تستكمل رؤى القمة التسييرية والتدبيرية للشأن الحزبي، خصوصا أننا نحن اليوم نحضر في تأسيس إطار قانوني عام لتدبير وتوفير الظروف لتأطير ومواكبة المدبرين للشأن العام، خصوصا المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار. أنتم كيفاش كتشوفوا في هذا الإطار أنه غادي يخلق واحد الديناميكية جديدة وتطور جديد وفق استراتيجية الحزب؟ هو كما لا يخفى عليكم، حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه السنوات الأخيرة قرر أنه إعادة البناء الهياكل ديالو بطريقة كتعتمد على الجهات، كتعتمد على الطاقات في الجهات، وأيضا كتعتمد على مؤسسات الحزب، وهو مؤسسات والمؤسسات الحزبية في العمل ديالها ناوية أنها غادي تعتمد على واحد العدد ديال الروافد، منها ما نحن بصدده اليوم منتخبين الجماعيين، ايضا راحنا غادي نجيو وغادي نشوفوا واحد العدد ديال الجهات اللي اليوم ايضا كتعود مؤسسه ديال قطاع الشباب، قطاع النسائي، ولكن ما غاديش شيء الحزب ما ناويش انه ينحصر في ثلاثه ديال الروافد. كاين واحد العدد ديال الفئات اللي يمكن لهم ينخرطوا، كاين الاطر اللي كيمكن لهم يتكونوا في اطار جمعيات حزبيه، كاين ايضا المهنيين، وهذيك التجربه كنعرفها الحزب اليوم غادي يحاول يحييها، لانه كل جهه اللي كتعتبر انه عندها الكفاءات الكافيه انها تنوض، مثلا القطاع ديال الاطباء التجمعيين، المحامين التجمعيين، الاساتذه التجمعيين، الطلبه التجمعيين. تجربه كيف قلت لك كنا عرفناها قبل 15 سنه داخل الحزب، عطات الثمار ديالها، يمكن ما كانش التتبع ديالها، وحنا كنستافدوا من التجارب اللي كانت، غاد كنشوفوا علاش ما نجحت شيء. واليوم كنظن انه حان الاوان انه كل جهه تاخذ بزمام الامور وما تقوم به الجهه عندكم والاقليم بالخصوص رائد. بكل صدق عندكم الرياده في هذا العمل المؤسساتي، في التضامن اللي كتعرفوا هذه المنطقه، والنتيجه هي اللي شفناها في الساحه، هي النتيجه اللي عطات الانتخابات الاخيره، واللي هي كنتوا يعني بالارقام اول اقليم على الصعيد الوطني بالنسبه للنتائج اللي حصل عليها الحزب. إذن أستاذي، بالنسبة لتدبير هذا المرفق، خصوصا هذه المؤسسة التي يمكن أن تكون يعني نابلة أساسية في بناء هذا المستشار المدبر للشأن العام، خصوصا رؤساء الجماعات أو المستشار داخل الجماعة، ما هي سبل تفعيلها على المستوى الواقع، لأنه بها سيمكن كسب الرهان التي يمكن أن تكون لها خصوصية المنطقة؟ شوف، هو كاين توجه اللي خصنا نأمنوا به. التوجه هو أنه المواطن بصفة عامة والمناضل ما يتسناش شنو غادي يمكن الحزب اللي غيعطيه، لأنه الحزب هو كينبثق من ذاك المواطن. شنو أنا غيمكن لي نعطي للحزب؟ أنا كيف قبيله ملي تكلمت على تجربة رائدة، الإقليم دار هذه التجربة وبين بأنه راه ملي كنجتمعوا حنا اللي كنجيو، حنا اللي كنكونوا راسنا، وحنا اللي كنكونوا انذاك كنكونوا واحد الدعامه ديال الحزب، حنا اللي الافكار كتجي من عندنا. اليوم اللي لاحظتوا ما عرفوش عندكم، وهو انه الحزب كيهيئ البرنامج الانتخابي ديالو. اول حاجه باش بدينا قلنا اللجان المركزيه ما غاديش تجتمع، غادي ننتظروا، بعثنا لجميع الاقاليم، وجميع الاقاليم طلبنا منهم انهم يجتمعوا ويعطيونا افكار. كل اقليم عنده الخصوصيات ديالو، كل يعطيونا افكار. جينا الافكار من الاقاليم، انا داك غادي تكون على صعيد الجهه، غادي تكون واحد الافكار جهويه وتوجهات جهويه، وعادي يمكننا مركزيا نناقشوها. علاش كنقول هادشي كنقولوا لانه باش نبين بانه راه شنو غادي يمكن المناضل يعطي كشخص، وفي التأطيرات المحليه اللي كاينه، وراه هي اللي كتكون الحزب.